اهلا بكم، انا وردة السيد. وصفتنا النهارده هنعمل بسكوت شاي اقتصادي بالسمنه مش بالزبده، مقرمش وهش وبيدوب في البق. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق حلو. جبت بوله حطيت فيها 3/4 كوبايه سكر بودره وكوبايه سمنه على زيت ونص معلقه فانيليا بودر، وابتدي اقلبهم مع بعض شويه كده، وبعد كده ابدا اضربهم بالمضرب لغايه اما لونهم يفتح. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين لبن، وانا بضرب هنزل ببيضتين بس هنزلهم واحده واحده. جبت كوبايتين دقيق منخولين حطيت عليهم نص معلقه بيكنج باودر ورشه فانيليا وقلبتهم مع بعض، وهبدا انزلهم على الخليط. وبعد كده هبدا اعجن لغايه اما تيجي تطلع لي عجينه متماسكه ما تلزقش في الايد زي ما انتم شايفين كده. هاخد جزء من العجينه هعمله بالكاكاو والباقي هسيبه ابيض. الجزء اللي انا اخدته هضيف عليه معلقه ونص كاكاو خام، وهبدا اعجنها. وانا بعجنها احاول ان انا الم العجينه، ما احاولش ان انا اعجنها قوي عشان ما تعملش عرق كانها عيش او كده. بعد كده استخدمت معلقه علشان اخلي حجم كل قطعة قد التانية، وابتديت اكورها. استخدمت بصمة الكحك في ان انا اضغط عليها ضغط، كل كورة اضغط عليها ضغط خفيفة زي ما انتم شايفين كده. وهعمل نفس الطريقة مع العجينة اللي هي بالكاكاو. هكون مسخنة الفرن قبليها، وهدخلهم على الرف الوسط على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. نعمل الكريمة اللي هنحشي بيها البسكوت. جبت نص كوباية كريم شانتيه وربع كوباية مية. انا قصدي هنا ان انا اقلل كميه الميه عشان الكريمه تبقى تقيله معايا. بعد كده ضفت عليها ربع كوبايه شوكولاته سايحه وابتديت اخلطهم كويس، ونفس الطريقه عملتها مع الكريمه البيضاء، بس حطيت بدل الشوكولاته السوداء حطيت شوكولاته بيضاء. وابتديت امسك كل قطعه زي ما انتم شايفين، احط كميه من الشوكولاته واقوم لازقه القطعتين مع بعض بالشكل اللي انتم شايفينه. وصفتنا النهارده اقتصاديه وبسيطه، وانت لو عملتيها مش هياخد منك وقت، وتكلفتها رخيصه جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار اي فيديو جديد انزله.